اهلا بيكم وفيديو جديد. فيديو النهارده بسيط جدا وهنتكلم فيه عن سؤال مامز كتير جدا بيكرروا الفتره دي. امتى يا دكتور نبدا ان احنا نخاف على اولادنا او نبدا ان احنا نقلق ونعرف ان هما عندهم ضعف كلام؟ امتى نبدا ان احنا نتدخل ونخلي نشوف حد اخصائي او دكتور يبدا ان هو يشوف حاله ابننا او بنتنا؟ اول ما ابنك ما يكمل سنة او بنتك تكمل سنة وما عندهمش حصيلة لغوية وما بيعرفوش يتكلموا مثلا معاكي من اول كلمة لحد 50 كلمة، المفروض ان ابنك او بنتك يبدأوا على الاقل يعرفوا ماما، بابا، تيتا، باب، افتح، اكل، اشرب. معاكي 50 كلمة علشان الولد والبنت يكونوا عارفينهم في المرحلة دي. طيب احنا دلوقتي البنت عندها سنتين والبنت داخلة على سنتين، او الولد داخل على سنتين او البنت داخلة على سنتين، ومفيش حد فيهم بيقول كلام كتير اخرها بابا وماما بس، او بيقول بابا مثلا وما بينطقش اسماء اخواته. طبعا هنا نبدأ ان احنا نحاول نمنع الموبايل ونمنع الشاشات ونمنع ان هم يقعدوا اي حاجة فيها شاشة، كمبيوتر، لابتاب، اي حاجة من الحاجات دي نمنعها او نفصلها منهم او نديها لهم مش بشكل مستمر علشان خاطر المشكلة اللي عندهم او المشكلة اللي بتواجههم. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ الخطوة التانية، نبدأ المامز يبدأوا طول ما هم قاعدين يعرفوا الطفل على الحاجة اللي موجودة. مثلا هو دلوقتي عاوز ياكل فبيشاورلك على الاكل، لا مش هتاخد غير لما تبدأ ان انت تقولي عاوز اكل. سنتين يعني المفروض يقولك كلمتين: ماما اكل، هاتي دي، اشرب مية، ازازة، افتح الشباك، هات الكوباية، اقعد على الكرسي، بابا جه، افتح باب، بابا على السلم، بابا مثلا سلم. فيبدأ هنا الطفل يكون الجملة بتاعته من كلمتين. طيب الطفل ما بيتكلمش، يبقى احنا نبدأ ان احنا نخلي الطفل وهو حتى وبياكل اي نوع فاكهة: ايه ده؟ تفاحة حمراء، موزة صفراء، خيارة خضراء. هنا بدأ الطفل يكون الجملة بتاعته من كلمتين، من مجرد بس ماما قاعدة شغالة معاها أو شغالة معاه طول الوقت. الولد يستسهل ويمد ايده او يشاور او يمسك ايد ماما ويجرها ويقول لها هاتي دي، فبدل ما هي تريح دماغها الموبايل. هنا حد مثلا من المامز قالت لي انا مثلا بفرج الولد او البنت على اي حاجة اكاديمية، الف ب واغاني والكلام ده، بدل ما توريهوله على الموبايل. دلوقتي كل الشاشات موجودة في البيوت، فابدأي ان انت وصلي الموبايل بتاعك على الشاشة بتاعة التلفزيون ويخليه يسمع الحاجات دي من على التلفزيون. او لو عندك كمبيوتر برضو خليه يسمعها من على الكمبيوتر، بس ما يمسكش الموبايل في ايده. وسواء كان هيقعد على كمبيوتر او هيقعد على شاشة التلفزيون ما يقعدش اكتر من نص ساعة، اكتر من نص ساعة ما يقعدش عليه. الطفل من اول سنة لحد سن 10 سنين اخروه في على الموبايل او كمبيوتر او اي شاشة ساعة ساعتين اسبوعيا، يعني يبقى احنا كده هنبدأ ان احنا نقسم الساعتين على مدار الاسبوع. كده ده السؤال المتدرج بقاله فترة طويلة جدا، سواء بتسألوهولي برايفت او على الجروب. اتمنى ان يكون فهمتوا او وصل لكم طريقة الحل المشكلة.